الله أن يكون جيدا بحول الله. بالنسبة للتراخيص والكاتو السيد المدير، أن الفلاحة دابا كتعرف الضرر اللي كاين بالنسبة للجفاف، ولا ملي كيكون الأمور كتكون مزيانة راه ربما يكون تراخيص العالم وراه كتكون يعني متفاهمة الأمور، ولكن نتوما الدور ديالكم الآن هو توجدوا معنا الحلول للفلاحة والساكنة مشروع في العالم القروي، لأن العالم القروي دابا ماشي كله عنده الإيصال الاجتماعي ديال الماء الصالح للشرب. دابا كاين مشاكل ديال الماء اللي هي مستعجله، ما كاين لا يشرب ولا الفلاحه لا يولد من توليد المواشي ديالهم والابقار ديالهم، مشاكل كبيره. ولذلك نتوما كتعرفوا هذه الاحواض اللي هي كتستجمع عندنا، فعلى الاقل تعطوا تراخيص الابار محال ديال هاد الناس سميتو في الصغيره الصباح مثلا في الاقليم ككل. ولكن المناطق اللي كنعرفها انها ما عندهاش فيها يعني الصباح الصغيرات هادو تعطوهم يعني تراخيص في الاماكن قريبه للبيئه، نتوما كتعرفوا المصاريف ديالهم منين جايين، فعلى الاقل يكون واحد. وكاين ناس اللي يطوروا ابار جماعيه يكون استغلال جماعي لها، فعلى الاقل تكون هذه المرحله مؤقته غير كنتفاهموا الظرف ديال الجفاف وهذا ويعني الحفاظ على الماء والاهميه ديالو. ولكن الدور ديالكم نتوما كحوض كوكاله ديال الحوض المائي هذا هو ان تساعدنا في ايجاد الحل، ماشي لان المنع منع على الجميع، ولكن الحلول هي اللي خاصنا يعني خاصنا نكونوا جزء من الحل، ما نكونوش العكس من ذلك اننا كنزيدوا نأزموا في المشاكل بالنسبه للعالم القروي ولا الفلاحه بالخصوص. ونتمنى يكون عندك شي جواب قريب للحل ان شاء الله. شكرا. عندنا الدعم ديال وزاره الفلاحه بالنسبه للبوجه والوتره، فالان كيقدموا طلبات رخصه جمع عندهم البيت، ولكن كيطلب رخصه ديال الماء ما كتعطاش. الملف باش كيكون كامل في ذاك الدعم خاصو يكون عنده رخصه الجلب. هذه العمليه هي كاين ملفات عندكم باش تشوفوها وتعطوهم التراخيص بالنسبه، لان الدعم موقف ليه لانه ما عندوش رخصه جلب. هو يدير راه ديجا حيت كاين اللي يدير في العالم القروي اللي عنده 50 عام و60 عام باش هذا الوضعيه ديالو قائمه منذ القدم يعني فهمتي، وكاين اللي ديال سنه اللي كيدير، فهو خاصو يدير رخصه الجلب باش يكتمل الملف ديالو ديال الدعم. فنتمنى انكم العمليه هي تصرف، ولكن ما تكونش توصل. شكر السلطه الاقليميه على الدعم ديالهم معنا في الصباح، يعني بالنسبه للتوزيع ديال الماء ولا لا بد كنوجه لكم الشكر السيد الكاتب العام. يعني لولا الدعم ديالكم مع الجماعه يعني المشكل كان غيكون كبير، فكنجدوا لكم الشكر مره اخرى وشكرا. الواجب خاصو غير هذيك الرخصه يدفع على الوزاره باش كياخذ هذاك الدعم ديالو. البير كاين وراه هو الجرده كاينه، خاصو غير الرخصه باش يكتمل الملف ديالو. البير باش شحال غادي يعطيه في الصاع. نتوما يعني كنقترح عليكم ديروا هذه العمليه نتوما مع الناس اللي قدموا لكم طلبات عندكم عن طريق مكتب الدراسات ديالكم، ديروا لهم وتعطيهم رخصه على شحال غادي يمكن يدير هذيك الزراعه ديال الفلاحه، واش على 2 طارات على 10 على 20 داكشي اللي كاين، تعطوه هذه العمليه لان كمساهمه منكم باش تنميو حتى نتوما الاقتصاد. الدور ديالكم التنميه ديال الاقتصاد، منها هذه العمليه هذه راه خصو الفلاحه ودير تعاون مع الاقل الدراسه ديال جلب الماء. وكاين دراسه اكبر يعني او مش اقتراح اكبر هو دابا كاين الحمد لله خطوط ديال الماء سينا الله يسرو دابا باش تعميم الماء الصالح للشرب عن يعني الماء المغرب كامل. فايضا مقترح ان يكون جلب الماء للسقي واقل يعني من التكلفه من حيث يعني السواقي ديالو ولا هذا، من حيث انكم تقربوا الماء بمناطق هو ما يكونش مصفي في الشكل اللي خاصو، يعني الماء ديال السقي راحو يكون هذه العمليه هي تساهم فيها ما كتحتاج اموال، ولكن ايضا السوق كيحتاج ايضا تزويد بالمنتجات، خاصو لابد نوجدوا ليه حتى هو هذه العمليه ديال السقي بجميع الطرق الممكنه. وشكرا. هو كيعندو الدوافع كيتجاوب عليها وحنا عندنا مقابل فما